السلام عليكم. موضوع او تلخيص ضرائب الموبايلات. لو انت جاي من الخارج تتصرف ازاي وتعمل ايه؟ لما تخش المطار تتصرف ازاي وتعمل ايه؟ لو معاك تليفون في الخارج هل تستخدم عليه الشريحة المصرية ولا لا؟ لو نزلت هنا ولقيت عليك ضريبة تتصرف ازاي؟ وهل من الافضل تشتري موبايل من مصر ولا وانت جاي من الخارج؟ اول حاجة، ضرائب الموبايلات اللي بيتم كالاتي: لو انت موجود في الخارج ونزلت بتليفون داخل الدولة وما سجلتش التليفون جوه المطار، بمجرد نزولك اول ما تحط الشريحة المصرية جوه الموبايل بتاعك بتجيلك رسالة انه في عليك ضريبة وهيتم ايقاف التليفون خلال 90 يوم من تفعيلك للشريحة المصرية. طيب لو انت في الخارج ونزل اجازة من شهر ل3 شهور تتصرف ازاي ما تدفعش الضريبة؟ انت كده نازل 3 شهور، حط الشريحة المصرية بتاعتك وانت راجع تاني تليفونك هيشتغل معاك في الخارج، مفيش اي مشكلة ولا اي حاجة عليك، الموضوع طبيعي 100%. طيب وانت موجود في الخارج تعمل ايه؟ تشتري تليفون هناك وتحط فيه الشريحة المصرية ولا لا؟ لا. لو رايح تشتري تليفون من الخارج وانت نازل بيه يا ريت ما تحطش الشريحة المصرية نهائي جوه الدولة اللي انت موجود فيها، خلي تليفونك مقفول زي ما هو، او لو فتحته وعايز تستخدمه استخدم اي شبكة الدولة اللي انت فيها او اي شبكة تاني ما عدا الشبكة المصرية. لما تنزل المطار سجل التليفون بتاعك، وبعد ما تطلع من المطار حط الشريحة المصرية مفيش اي مشاكل. ولكن لو انت قاعد جوه الدولة غير الدولة المصرية وحطيت شريحة مصرية، حتى لو انت سجلت في المطار برضه هيتضاف عليك الضريبة. يعني من الافضل وانت في الخارج ما تركبش اي شريحة مصرية داخل التليفون. ده التحديث اللي عملته موقع ماينترا في التحديث الجديد الخاص بضرائب الموبايلات. طيب وانت نازل المطار ودخلت المطار ولقيت الموظف مش موجود او بيقول لك لسه الموقع مش شغال، من الافضل انك انت تنتظر شوية، تستنى شوية لو تليفونك غالي علشان تسجله عشان ما تطلعش بره المطار وتضاف عليك الضريبة. انتظر لحد ما تسجل التليفون بتاعك. طيب ضريبة الموبايلات بتكون كام من قيمة التليفون؟ الضريبة بتكون حوالي 38% من قيمة الموبايل، اللي هو كام يعني لو التليفون بتاعك بقيمة 3000 جنيه هيكون عليك حوالي 900 جنيه من ثمن التليفون. لو تليفونك ب10000 هيكون عليك حوالي بتاع 2800 من قيمة التليفون. لو تليفونك ب20000 هيكون عليك حوالي 4800 من قيمة التليفون، وهكذا. وامسك الآلة الحاسبة اضرب ثمن الموبايل اللي معاك في 38% هيدي لك عليك كام بالظبط. طيب لو انا دلوقتي ميعاد الضريبة جه وعدوا 3 شهور والشرايح وقفت، هل كده الموبايل باظ؟ لا، بمجرد ما تدفع الضريبة في اي وقت هترجع الشبكة تشتغل معاك من اول وجديد. اخر حاجة بقى، طب من الافضل ان انا نشتري موبايل من مصر ولا نشتري تليفون من الخارج وانا جاي؟ لا، حاليا في الوقت الحالي الافضل ليك انك تشتري موبايل لما تنزل مصر. اشتري التليفون من مصر هيكون افضل عشان بيكون عليه ضمان. السعر حاليا بقى يعتبر هو نفس السعر، بل يمكن في مصر بقى ارخص شوية. في نفس الوقت لو في اي مشكلة تعرف ترجع للضمان بتاعك، وفي نفس الوقت تضمن انه مفيش اي ضرائب هتيجي عليك طالما اشتريته من داخل الدولة بضمان معروف من شركة معروفة. طيب هم عملوا الضرائب دي ليه؟ وليه ضافوا الضرائب دي على التليفونات؟ كانت الدنيا شغاله زي الفل زي الاول. حاجه دي حاجه تابعه للدوله، وهم افضل واعلم مننا بكل التفاصيل اللي خاصه بالدوله والقائمين عليها. طيب هل الموبايلات اللي جوه مصر هي نفس الموبايلات اللي بره مصر؟ اي نعم، الاصليه اصليه في اي مكان، سواء في مصر او بره مصر او في بلدك او في اي بلد تاني. الشركات بتنتج لك منتج واحد بيلف العالم كله، لكن المضروب الكوبي الدولي المضروب اللي تحت السلم ده معباي ومليان في كل مكان وفي كل دولة ما تخلاش منه، وده ملهوش اي علاقة بالشركات الاصلية. الشركات الاصلية مش بتنتج لك غير منتج واحد بيتوزع على مستوى العالم كله بالتساوي وعلى حسب السعر والعملة بتاعت البلد والاقتصاد بتاعها. ودي كل التفاصيل الخاصة بضرائب الموبايلات. لو عايز تسأل عن اي حاجة تاني اكتب لي في كومنت وانا ان شاء الله هجاوبك وهرد عليك. تحياتي ليك، بحبك في الله. سلام عليكم.